يا مساء الخير والحب والسعادة، أخباركم إيه يا أحلى وأجمل أخوات في الدنيا؟ النهاردة إن شاء الله معانا فيديو روتين جامد جدا ليومي في المطبخ وإزاي بتعامل مع شغلي. وطبعا الفيديو مش هيكون مجرد إن هو روتين بس، لأ، أنا عاملاه أصلا مخصوص عشان أتكلم معاكم في شوية نقط مهمين جدا بالنسبة للبيت وللمطبخ، لأن أنا زيكم بالظبط ببقى ساعات كتير جدا محتارة، وكمان مش عارفة أنا هاعمل إيه للغدا والّا العشا والّا الفطار، لإن إحنا زي ما أنتم عارفين إحنا كل يوم عندنا 3 وجبات، فيعني المشكلة إن إحنا مش بنعرف نرتّب دنيتنا أو مش بنعرف إحنا هنعمل إيه، وكتير مننا جدًا بيعمل نفس الأكل كل يوم بسبب إنه مش عارف ينوّع، لإن الحاجة طبعًا غالية وإحنا بندوّر على الحاجة الاقتصادية وبنعملها كل يوم. أنا واحدة من الناس بيتي 4 أفراد. آآ أنا وزوجي وولادي يعني، فباضطر إن أنا أرتّب حياتي على هذا الأساس، لإن أنا عارفة أنا باستعمل قد إيه وباعمل قد إيه. لمّا بانزل أجيب مشتريات مش باجيب الحاجة الغالية، يعني مش باجيب مثلًا اللانشون ومش باجيب الحاجات اللي هي سعرها مرتفع زي الزبادي وزي التونة وزي الحاجات دي. أنا باشوف أنا هاعمل مثلًا في الأسبوع، أنا باشتري طلبات الأسبوع. عارفة إن أنا 7 أيام، كل يوم 3 وجبات. طيب إحنا هنعمل الفطار باشتري على أساس إن إحنا كل يومين في الأسبوع شبه بعض، يعني باشتري كيلو جبنة أو علبة جبنة، وباشتري مثلًا نُص كيلو فول، باعمل منه عادي فول زي اللي إحنا بنشتريه من برّه، وباشتري مثلًا بيض، وباشتري حاجات يعني تكفّيني الأسبوع. أنا عارفة أنا كل يوم هاكل كذا، أول ال3 حاجات ما يخلصوا بابدأ أجيب تاني من الأول. يعني إيه، أنا جِبت فول هيكفّيني يومين، هافطر بيه يومين، فباعمل النهارده فول، بُكرة جِبت جبنة، هاعمل بُكرة جبنة، وخصوصًا الساندوتشات بتاعة الولاد كمان. طبعًا هاعمل لكم فيديوهات كتير للعيش اللي أنت عشان ما تشتريش من برّه برضه، لإن كيلو الدقيق ممكن إن هو ب15 جنيه تقريبًا، لإن أنا ما اشتريتش بقى لي فترة برضه. أنا كنت شارية شكارة صغيرة كده من فترة، ومن اللي هي الصغنونة الفينو ديّة، وقعدت معايا فترة كبيرة، فعشان كده ما اشتريتش. أنا مش عارفة الأسعار إيه دلوقتي، ممكن يكون الكيلو ب15 مثلًا. فأنتِ بدل ما تشتريه فبتشتري كيلو دقيق ب15 جنيه وبشوية حاجات بسيطة جدًا بتعمليه في البيت، بدل ما تشتري الرغيف ب2 جنيه وأكتر كمان في بعض الأماكن، فأنتِ تشتري حاجات بسيطة. فده برضه سبب من الأسباب اللي هيخلّيكِ توفّري وهيخلّيكِ إن أنتِ تعرفي تلمّي المصروف البيت. بالنسبة للغدا، أنا باجيب مثلًا مرتين سمك ومرتين فراخ، وفي مرتين أو 3 مرات بنعملهم أكل عادي. طبيخ عادي يعني، ممكن كرنبيت أو ممكن عدس أو ممكن فاصوليا أو لوبيا على حسب إيه كل أسبوع أنا باعمل إيه بالضبط، فده بيكون الأسبوع بتاعي. بالنسبة ليكِ أنتِ بقى على حسب عدد الأفراد بتاعتِك، وعلى حسب برضه أنتِ بتحبي تاكلي إيه. برضه باشتري نُص كيلو لحمة مفرومة، ده من ضمن الأسبوع، لإن ممكن أعمل لهم مثلًا مكرونة بشاميل أو حواوشي أو ممكن أعمل أي حاجة. أي حاجة فيها مكرونة بشاميل، سوري، أي حاجة فيها نُص الكيلو اللحمة ده. فكده بتبقى الأسبوع كلّه ماشية معاكِ ب مرتين سمك، مرتين لحمة، مرتين سمك، مرتين فراخ، مرّة نُص كيلو لحمة مفرومة. في بعض الأوقات بقى ما باجيبش لحمة، باجيب إيه، كبدة، فدي بديل اللحمة يعني، أسبوع كده وأسبوع كده. فكل واحد ربنا يقويه يا رب على اللي هو فيه، وربنا يصلح حال الجميع. بس أنا عايزاكِ برضه قبل ما تنزلي تشتري الحاجات تبُصّي في الدولاب بتاع الخزين بتاعِك، تشوفي أنتِ ناقصِك إيه تجيبيه، وعندِك حاجات كتيرة من إيه ما تجيبيش منها، وترتّبي لنفسِك وترتّبي حاجتِك قبل ما تنزلي تشتري. لإن أنا واحدة من الناس ما كنتش بارتّب حاجتي قبل ما أشتري، وده سبِّب لي مشكلة إن أنا كنت باشتري من حاجات وهي عندي أصلًا وبتبوظ، وحاجات تانية بابقى محتاجاها جدًا وما بتكونش عندي وما باشتريش منها.
فدايمًا ترتّبي وتنظّمي حياتِك وتنظّمي حاجتِك عشان خاطر ربنا يكرمِك بالخير إن شاء الله وتعرفي توفّري. بالنسبة لكل واحدة على حسب ما بتاخد مصروف البيت، في سِت بتاخد مثلًا في الأسبوع 700، في سِت بتاخد في الأسبوع 1000، في سِت بتاخد في الأسبوع 500، على حسب، كل سِت ما بتاخد مصروف بيتها. وفي الآخر أنتِ بتشتري كل حاجة على حسب برضه احتياجِك. والكلام ده بقى بالنسبة للست العادية يعني أو الست في العموم. بالنسبة للست اللي بتشتغل وما عندهاش وقت، بتطلع من الساعة 7 الصبح وبترجع آخر النهار أو بترجع الساعة 2 3 العصر، فدي بقى لها كلام تاني. مبدئيا انت بتكون أجازة يوم الجمعة، فدي حاجة كويسة جدا. انت بتنزلي بتبقى عارفة انت هتشتري ايه زي ما احنا متفقين، فبتنزلي يوم الجمعة، فبتروحي يوم الجمعة مجهزة أكل الأسبوع كله، سواء كان يوم هنعمل فيه سمك مشوي فده بنشويه ونسيبه يبرد تماما ونغلفه بأكياس أو في علب تلاجة ونحطه في الفريزر. ده حاجة. تاني حاجة بالنسبة للطبيخ وكده أو الأكلات اللي هنطبخ فيها زي العدس زي الحاجات التانية دي، فسيادتك بقى برضو بتعمليه، أو المكرونة بشاميل فبتجهزيها إن هي تدخل الفرن وبتغلفيها كويس جدا وبتحطيها في الفريزر. بالنسبة ليكِ أنتِ بتكوني شايلة برضه فراخ يا إما متبلة ومنعانة في الفريزر أيًا كان، لتشويها هتسلقيها أيًا كان يعني، يا إما بقى بتضطري إن أنتِ تسلقيها وتحطيها في الفريزر تطلّعيها على التحمير بس. وفي كلا الحالات الأكل برضه ما بيبقاش طعمه إن هو بايت ولا كده، لأ الأكل بيكون طعمه طازة جدًا. بالنسبة للي عايزة تعمل صواني سمك، برضه هتجهزي الصواني، تجهزي الصواني وتحطيها التتبيلة بتاعتها عليها أو الصوص بتاعها عليها وتحطها في الفريزر جاهزة وتمام عن إن هي تدخل الفرن يتحمر وشها بس. فدايما احنا بنحاول نسهل الدنيا على بعضنا أو على نفسنا. أنا واحدة من الناس كنت بعمل ايه أو هعمل معاكم ايه، ان انا كنت بشتري عداد طماطم كبيرة كده على بعضها اللي هي 25 كيلو او 30 كيلو دي، وكنت بانضّفها كلّها، في جزء باعمله صلصة وفي جزء باقسّم الواحدة 4 وباحطه في الفريزر، وفي جزء تالت بقى أنا باعمل منه خلطات زي خلطة المحشي باحطها جاهزة في الفريزر، زي خلطة زي صواني البطاطس، باعمل لها خلطتها برضه، صينية البطاطس بالفراخ وباحطها في الفريزر. وكل حاجة بيبقى مكتوب عليها ومقفول عليها كويس جدًا، مكتوب عليها هي الإيه ومقفول عليها كويس جدًا. واللحمة المعصجة برضه باشتري كده كل فترة 2 كيلو من اللحمة وباعصّقهم. بالنسبة للكفتة برضه لو حبيت أعمل فباشتري اللحمة المفرومة أو باشتريها وبافرمها أنا وباعملها كأني رايحة أصبّعها خلاص، أعملها وأصبّعها خلاص وأحطها تنشف، سوري أنا آسفة، أحطها على صينية لحد ما تجمد وبعد كده ألمّها وأحطها على بعضها في كيس، وده بيريحني كتير وبيوفّر عليَّ كتير. طبعًا في الأول كنت كل يوم لازم أقوم أطبخ، لازم أصحى من النوم بدري، أخلّص شغل البيت والتحضيرات، وأضطر إني أطبخ 3 وجبات، وأفضل طول النهار مضيّعة وقت في المطبخ، وما كنتش باعرف إن أنا أشتغل خالص ولا أصوّر لكم بسبب إن اليوم مضغوط الدنيا كلّها مضغوطة. لكن أنا من ساعة ما قررت إن أنا أنزل أجيب خزيني كل 15 يوم، وكمان قررت إن أنا كل أسبوع أطلّع الحاجة المطلوبة وأجهّز أكل الأسبوع كلّه، فده ريّحني كتير، خلّاني أقوم من النوم براحتي، أصلّي، أشرب القهوة بتاعتي، أعيش الحياة الهادية الرايقة من غير بقى كراكيب في المطبخ وكل يوم حاجات زي كده. والحياة ماشية على كده والدنيا تمام، وأنا ما حسيتش إن طعم الأكل مغيّر خالص. أنا لمّا أكون باعمل صينية بطاطس، يعني عاملة حسابي مثلًا في الأسبوع هاعمل صينية بطاطس، باجهّزها وباحطها في الفريزر جاهزة، يعني خلاص يعني إن أنا هاطلّعها أعمل وشّها بس، أحمّر وشّها بس في الفرن وبس. بالنسبة لصينية مكرونة بشاميل نفس النظام، بالنسبة للمسقعة نفس النظام، بالنسبة لأكل كتير جدًا. الفراخ لو هاعمل فراخ مسلوقة باسلقها وباحطها،
الحاجة الوحيدة اللي أنا ما باعملهاش وما باخزّنهاش هي الرز أو مش باخزّنها، يعني أقصد الحاجة الوحيدة اللي ما باحضّرهاش وما باجهّزهاش معايا. ممكن أعمل كفتة رز وأحطها في الفريزر، أول ما عجينة، سواء كانت عجينة أو إن أنا مسكت الكفتة جهّزتها وحمّرتها، دي برضه بتنفعني جدًا، جدًا في يوم ما بيكون يعني أنا مش فاضية أو ورايا شغل، فباطلّع الكيس كده وهي متحمّرة جاهزة، وبامسكها أحطها في الصلصة بتاعتها على طول أو في الصوص بتاعها على طول، بعد ما تفُك شوية طبعًا، وبتقضّي اليوم وبتبقى جميلة مع فراخ مسلوقة من الفريزر طبعًا باطلّعها أحمّرها. بالنسبة للشوربة برضه باسيبها في الفريزر، فالفريزر ده نعمة من عند ربنا وبيريحنا كتير، وكل شغلنا بيبقى في اللذيذ خالص. فأتمنى إن لو انتِ ست متوظفة أو بتشتغلي تعملي الطريقة دي هتريحك جدًا، جدًا، جدًا. ولو في لحمة برضه تقدري تسلقيها وتحطيها في الفريزر، عايزة تطلعيها تعمليها في برام رز، عايزة تطلعيها تطلعيها وتطلعي كيس شوربة مثلًا وتعملي لحمة مسلوقة عادية، عايزة تطلعيها تعمليها على خضار، على بامية، على صينية بطاطس، أيًا كان. الحاجة يا جماعة ما بتخسّرش، والفريزر زي ما قُلت لكم نعمة من عند ربنا وبيحفظ لنا كل حاجة. فعشان كده باقول لكم لازم اللي ما عندوش فريزر يحاول على قد ما يقدر إن هو يجيب فريزر. ده بالنسبة ليّا أنا أو الحاجة اللي أنا باعملها. بالنسبة بقى للست اللي مش عارفة ترتّب بيتها أو مش عارفة هي تصرف إيه أو تعمل إيه، معاكِ ورقة وقلم. أنا مثلًا دخلي في الشهر وليكن 4000، عاملاهم للأكل بس أو مشتريات الأكل، فأنا أعمل حسابي إن الأسبوع هيبقى فيه 1000 جنيه أعمل بيه، أشتري بيه. فباقسّمه بقى هاشتري بيه خضار إيه، وهاشتري بيه حاجات إيه اللي هي زي الرز والخزين يعني، وهاشتري إيه، يعني بابقى عاملة حسابي أنا دخلي قد إيه. طيب واحدة دخلها كبير هتشتري حاجات كتير، واحدة دخلها صغير 4000 مثلًا، 5000 فهتمشي على قدّهم، بس توزّعيهم على الأسبوع علشان خاطر ما تجيش بعد كده وتزعلي، أو تلاقي أسبوع أخد منِّك الفلوس كلّها وآخر أسبوع في الشهر ما تلاقيش حاجة خالص. ده بالنسبة للفيديو بتاع النهارده، أو ده بالنسبة للكلام اللي كنت عايزة أتكلمه معاكم النهارده. أي حد يشوف الفيديو ووصل معايا لحد هنا ما ينساش يصلي على النبي، ودي في التعليقات، ودي أمانة في رقبتكم طبعًا. ده غير إن أنا محتاجة دعمكم جدًا الفترة دي، لإن أنا القناة عندي صغيرة خالص والمشاهدات ضعيفة خالص. طبعًا أنا باحبكم جدًا، وفي كذا حد كلمني بعت لي تعليقات جميلة، أنا باشكره جدًا من كل قلبي اللي بيشجعني وبيفتح نفسي بكلمة كويسة وبيخلّيني إن أنا أكمّل. عارفة إن أنا لسه ما نزّلتلكمش فيديوهات من اللي أنتم بتحبوها، من بتاعة المعجنات والفيديوهات الجميلة دي، ولكن إن شاء الله قريب جدًا، جدًا، جدًا هانزّل لكم فيديوهات كتير، كتير من اللي أنتم بتحبوها، فيديوهات معجنات بقى وكيكات وحاجات من دي. لو حد محتاج أي حاجة أو أي أكلة معينة ما يتكسفش ويبعت لي على طول، وأنا إن شاء الله هاعملها وابعتها لكم. أنا يا جماعة مش من عشاق السمك خالص. الحاجة الوحيدة اللي باحبها في السمك الفسيخ والرنجة، وما تتريقوش عليَّ بقى عشان عارفة إن في ناس كتير ما بتحبهاش، ولكن الفسيخ والرنجة دول حاجة حلوة أوي وأنا باحبهم جدًا. بالنسبة لباقي السمك أو باقي الأنواع السمك أنا باكلها عادي، بس مش وهنا بقى أنا باعمل صينية السمك، ركزوا لي فيها شوية معلش. أنا هنا عملت إيه، حطيت فلفل أسمر وملح وكزبرة ناشفة، وطبعًا كزبرة ناشفة عليها كمون، والملح حطيته أهو، والبصلاية قطعتها عادي لو اتقطعت قطع كبيرة لأنك انت اوريدي هتعملي صينية فتعملي بصلاية كبيرة كده. فبدأت أشوح في البصلاية، أنا مش هسيبها تحمر على الآخر، أنا هدبلها بس هخليها تدبل، وبعد ما تدبل هنشوف احنا هنعمل ايه. انا دلوقتي مسخنة هنا زيت علشان خاطر اخلي السمك يتحمر فيه قبل ما يتحط في الصينية، ودي طبعا خطوة مهمة جدا، زيه زي اي فراخ بتشوحيها قبل ما تحطها على صينية البطاطس او زي قبل ما تحطها في البرام الرز او كده. فالسمك بياخد تشويحة. طبعا احنا عارفين ان السمك من الحاجات اللي بتستوي بسرعة جدا،
فاحنا هنا يا دوب بس محمرناش البصل، عشان تكونوا عارفين احنا ادينا لها تشويحة مع التوابل، ريحتها طلعت ودبلت كده وريحتها طلعت. طبعا قطعنا على قرن فلفل، قرن شطة حار وقرن شطة بارد. وبس كده. ده السمك انا بعد ما غسلته ونضفته بعد ما نقعته في مية بليمون فترة، يعني بما يعادل نص ساعة كده. دي اللي انا وريتهولكم دقيق، وببدأ ان انا كل اللي اعمله ان انا احط السمكة في الدقيق، وابدأ احطها في الزيت اللي بيغلي. الزيت سخن طبعا جدا، اهو زي ما انتوا شايفين بعمل واحدة قدامكم بكل سهولة، يا دوب بس بحركها كده على سطح الدقيق وخلاص على كده. بسم الله ما شاء الله، ده كان حوالي كيلو من السمك. انا فتحت بطنه وشلت خياشيمه، ونضفت السمكة كويس جدا تحت المية لحد ما بقى ما بينزلش منها ولا نقطة دم. بعد كده بدأت ان انا اعمل لها محلول النقع بتاعها. وبعد طبعا السمك ما اتحمر خالص والصلصة كمان طابت، ضفنا السمك على الصلصة ودخلناه الفرن على طول، خد وش جميل زي ما انتوا شايفين كده.